الحلقة السابعة من مسلسل العد التنازلي بتبدأ بمشهد فولتشيك وميتشوم كل واحد فيهم بيتدرب في مكانه، تعبير عن الصراع اللي داير بين الطرفين. وفولتشيك بيوقف تدريبه لما واحد من رجالته بيقوله إن كل حاجة جاهزة علشان يبدأوا تصنيع القنبلة وتركيبها في الشاحنات اللي غيروا لونها للشكل اللي هم عايزينه. أما ميتشوم فاللي بيوقفه عن تدريبه إنه بيحصله صداع شديد لدرجة إن التليفون لما بيرن مش بيقدر يرد عليه وبيقع على الأرض مغمى عليه. وبنلاقي اللي بتكلمه هي أوليفيروس لأنه اتأخر على ميعاد الاجتماع المحدد للفريق، وبيوصل متأخر وبيحكي لهم إنه اتأخر لأنه أخد طريق زحمة زي أبو قير كده عندنا، وإنه ركب القطر والكاوتش فرقع ونزل يزق القطر أي كلام، يعني لأنه مش هينفع يقول لهم الحقيقة، لأنهم لو عرفوا إنه مريض هيستبعدوه من الفريق وهو عايز يفضل في الشغل لحد ما يموت. وبعد الاجتماع بيدخل الحمام يغسل وشه، وبتدخل وراه أوليفيروس وبيظهر إنها قلقانة عليه جدا، وبتنصحه إنه يزور الدكتور تاني ويحاول يشوف علاج للموضوع ده. بس هي من جواها حاسة إنه مدمن، لأنه بيكذب ومعظم الأعراض اللي ظاهرة عليه هي أعراض مدمنين. وبتقوله افرض إن النوبة دي اللي بتجيلك جاتلك في وسط ضرب النار، انت كده هتضر نفسك وتضر اللي حواليك. وفجأة بيدخل عليهم الكابتن بليس، وأوليفيروس بتبرر انها في حمام الرجاله، وبتقول للكابتن بليس انها كانت لسه بتقول لميتشوم انه بعد كده ما ياخدش شارع ابو قير تاني ويجي من المحموديه، وياريت ما يركبش القطر تاني عشان دايما الكاوتش بتاعه بيفرقع. وساعتها بليس بيشاور لها انه كل الكلام ده مش مهم، ووسعيلي عشان ادخل الحمام بسرعه. وبتطلع هي بره بسرعه، وبعدها بنشوف دييجو بيقابل بيل في الشارع وبيقول له انت طبعا عارف ان ابوك صاحبي من زمان، وكان رجل ذكي وطموح، وكنت دايما بقف جنبه، وانت عشان جنبك اكيد مش هتخلى عنك. يعني من الاخر عايز يجنده لحسابه عشان يعرف معلومات عن الكابتن بليس. وبيلي بيقول له انا لو محتاج مساعدتك اكيد هجيلك. وبنشوف فولتشيك واقف في المخزن والرجاله شغاله في تجهيز القنابل، وبيقول لصاحبه انه رايح مشوار وراجع، وبيروح محل وبيدخل لكن مش بيشتري حاجه، بيدخل على اوضه سريه ورا المحل، وبيلاقي فيها واحد شغال على كمبيوتر. لما بنقرب بنعرف ان هو مزور وبيعمل جوازات سفر مزورة لفولتشيك. وفولتشيك بيديله شنطة ويقول له ده باقي حسابك وجايب لك هدية كمان. الراجل بيفتح الشنطة وبيلاقي فيها مع الفلوس ازازة خمرة غالية، وبيسأله فولتشيك ورقة هيخلص امتى، انا مستعجل. والراجل بيقول له يومين تلاتة بالكتير، والتليفون بيرن، والراجل المزور بيقول لفولتشيك انا داخل ارد على التليفون، وبيفتح باب خلفي يدخل منه لكن بيتأخر. وساعتها فولتشيك بيقلق وبيحاول يمشي عشان حس انه معمول له كمين وان الراجل ده سلمه، لكن مش بيلحق، وبيلاقي حرس القنصلية حواليه من كل مكان، وبيطلبوا منه يروح معاهم بهدوء لان هم هيرحلوه على بيلاروسيا. لكن الاول عايزين منه يقول لهم مكان الفلوس اللي سرقها، وبيحاول يتهرب منهم بطريقة شيك مفيش فايدة، بيقاومهم برضه مفيش فايدة، بيتغلبوا عليه وبيكتفوه وبياخدوه معاهم. وبنشوف ميتشوم كان بيراجع تقرير الطلقات اللي اتقتل بيه الكابتن درو، وبيعرف نوع السلاح وإن السلاح ده روسي مميز ومفيش منه كتير. وليفراس بتقول إنها تعرف تاجر سلاح شغال مرشد وممكن يساعدها توصل للي اشترى السلاح ده. والكابتن بيقول لهم يلا اتحركوا. وبيروح ميتشوم وأوليفراس على سوق كده، وبتقابل المرشد اللي هي عارفاه واللي بتطلب منه يعرفها مين بيبيع السلاح الروسي ده، وبتهدده إنها تعرف عنه معلومات ممكن تحبسه لو ما تعاونش معاها. وبيتصل بالتاجر يجيبه يقابل ميتشوم وأوليفراس على أساس إنهم هواة جمع أسلحة، وبيتفاوض معاهم على السعر وبيطلب منهم دفعة مقدمة، لكن أوليفراس بتفضل تسأله أسئلة مريبة عن اللي اشترى السلاح، وبيشك إنهم شرطة وإن ده كمين، وبيحاول يهرب لكن ميتشوم بيكعبله وبيقبضوا عليه وياخدوه على الاسم. وبيمطل شوية لكن بالضغط بيعترف إن اللي اشترى منه السلاح ده هو جندي من بيلاروسيا، وبيجمعوا معلومات عنه، وبيعرفوا إنه كان ضابط في الجيش في دولة بيلاروسيا وحاليا شغال مع اللي يدفع، وإنه شخص خطير. وبيعرفوا عنوان الشركة اللي مسجلة باسمه، وبيجهزوا كمين عشان يقبضوا على فولتشيك ورجالته. والأول مرة بيستعينوا بقوات سوات أو قوات التدخل السريع. وأول ما بيوصلوا بيلاقوا المكان فاضي مفيهوش غير شوية مكاتب، وواحد لابس بدلة واقف مستنيهم، وده طلع محامي الشركة وبيقول لهم ما كانش ليه لازمة الأكشن ده، دي مجرد مقر تسويق ومبيعات ومفيهوش أي أوراق ولا مستندات، وإنهم لو عايزين يطلعوا على المستندات الخاصة بالشركة لازم يطلبوها بطريق رسمي من المقر الرئيسي اللي في دولة بيلاروسيا. وطبعا بليز والفريق هيتجننوا لأن معنى كده إن في حد بلغهم بميعاد المداهمة وخلاهم يستعدوا. بيتكلم مع قائد القوات بتاعت الدعم السريع وبيقوله إن أكيد حد من عندك هو اللي سرب المعلومة،
لكن قائد قوات الدعم السريع بيقوله أنا الرجالة اللي معايا شغالين مع بعض من أكتر من 10 سنين وأنا واثق فيهم. شوف انت الناس اللي معاك اللي كل واحد فيهم من مكان شوف مختلف، وشوف انت تعرف عنهم ايه. وطبعا الشك بيدخل في قلب الكابتن بليس، واحنا كمان بصراحة كجمهور برضو شكينا، واكتر واحد ممكن نشك فيه هو بيل، لأننا مش عارفين دييجو وعده بإيه. وممكن يكون بلغه مقابل إن دييجو يساعده في مسيرته المهنية. وبعدها بنلاقي شيبارد بتلاقي حاجة على الكمبيوتر وهي بتتابع الشركة اللي اقتحموها، وبتعرف إن الشركة دي اشترت من فترة 3 شاحنات كبيرة من شركة اسمها جالجر. وأخيرا الفريق بيعرف إيه معنى كلمة جرجر اللي شافها ميتشوم، ويعرفوا الشاحنات دي راحت على فين، وبيروحوا يهجموا على المكان لوحدهم المرة دي. لكن برضو بيلاقوا المكان فاضي، وفايناو بيلاقي لازقة على الأرض وبيقول لهم إنه عارف ده بتاع إيه. ده بيستخدم في تغيير لون العربية، يعني الشاحنات دلوقتي أكيد لونها اتغير، ممكن يكونوا خلوهم عربيات تابعة للشرطة. وبليز بيفكر إنه لو فولتشيك استخدم الشاحنات دي في أي مكان في المدينة محدش هيحس بيه غير بعد ما القنبلة تنفجر. وبنرجع لفولتشيك اللي مقبوض عليه من حرس القنصلية، وبيجيب لهم كل الفلوس اللي شايلها في البنك، وطبعا بيكون مبلغ بسيط بالنسبة للفلوس اللي هو سارقها. وبيطمعوا بيقولوا احنا عايزين كل الفلوس، وبيقول لهم الفلوس في خزنة عندي في البيت، وبياخدهم لبيته. وفي الوقت ده اوليفراس بتروح لميتشوم وبتديله دواء جديد، بس المرة دي جايباله مخدرات صريحة، هي خلاص مقتنعة انه مدمن. وبيضطر يعرف لها انه عنده ورم في المخ وملوش علاج، وانه هيفضل ماشي على المسكنات لحد ما يموت، وانه مش عايز يستسلم للمرض. وبنلاقي بيل رايح يقابل دييجو، مش عارفين ليه. هل هيقول له اخبار الفريق؟ لا، ده رايح له عشان يقول له انه مش محتاج مساعدته، وانه عنده طموح انه يكبر في شغله لكن يكبر بمجهوده. وساعتها ديجو بيقول له ابوك كان اذكى منك. وبنروح لفولتشيك وهو واحد الرجالة، وبينزل البدروم في بيته بيقول لهم إن الفلوس كلها في الخزنة دي، وبيقولوا له طب ادخل جيبها. وبيفتح الباب ويضرب الحارس ويدخل يستخبى جوه الخزنة. والحارس بيقوله انت تستخبى لحد امتى؟ كده كده هتطلع، ولما تطلع هتلاقينا في انتظارك. لكن بيسمعوا صوت تكتكة وبيبصوا حواليهم ويكتشفوا ان البدروم متلغم بالمتفجرات اللي قبل ما يفكروا بتنفجر فيهم. وبعد الانفجار بنلاقي باب الخزنة اتفتح، يعني معنى كده ان فولتشيك اتخلص منهم وهرب. وبكده نكون خلصنا ملخص الحلقة السابعة من مسلسل العد التنازلي. ولو عجبكم الملخص دوسوا لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.